السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شركه اوبو كشفت عن احدث تليفون ليها في السوق الصيني، وكشفت عن سعره هناك، وده يعتبر تليفون جديد كليا على شركه اوبو. حاجه كده ما كنتش متوقعها من شركه اوبو، ان هي تقدم تليفون يقدم قيمه مقابل سعر. التليفون دوت هو اوبو A1 برو، تليفون جديد كليا على شركه اوبو وعلى السوق المصري. لما هينزل التليفون دوت بيجي كله على بعضه كده من البلاستيك، وده امر طبيعي في الفئه المتوسطه، ما ننتظرش ان هي تقدم لنا حاجه زي الفلاج شيب ظهر ازاز من حاجات مميزه. بيجي بشاشه اوليد 6.7 انش، بيجي بتحديث 120 هرتز، وده في حد ذاته جميل جدا. بيجي بشريحتين اتصال، ولكن هم استغنوا عن كارت الميموري وهم عوضوه في المساحه الداخليه للتليفون. داخليه 128 جيجا مع 8 جيجا رام، او 256 جيجا مع 12 جيجا رام. التليفون دوت بيجي بمعالج من سناب دراجون 695 بدقة تصنيع 6 نانو، ومعالج رسومي من ادرينو 619. المعالج دوت يعتبر معالج فوق المتوسط، بيديك اداء حلو جدا ويديك اداء كويس جدا في الالعاب. في لعبة بابجي بيجي على 66 فريم في الثانية، وده مش وحش، معقول. التليفون ده بيجي بمستشعر بصمة تحت الشاشة، ويعتبر سريع جدا كما متعودين من شركة اوبو. بيجي بسماعات استيريو، وبيجي بخاصية جميلة جدا وهنحتاجها بعد كده في الاستخدام اليومي، وهي خاصية ال NFC. هتساعدك جدا في ان انت تشحن كروت الكهرباء او تتعامل بمعاملاتك المالية اليومية عن طريق الموبايل. الشركة للأسف استغنت عن حاجة مهمة جدا، وهو مدخل 3.5 ملي. ليه؟ معرفش، رغم ان التليفون دوت بطاريته مش كبيره جدا ان هم يستدعوا ان هم يشيلوا ال 3.5 ملي، لانه بيجي ببطاريه 4800 ملي امبير، بتدعم شحن سريع 67 واط من اوبو، وبتشحن لك البطاريه في ساعه الا ربع لحد ساعه. فدي في حد ذاتها حاجه كويسه، بس البطاريه مش كبيره قوي تستدعي ان هم يشيلوا من المدخل 3.5 ملي. اما من ناحيه الكاميرات فهو بيجي بكاميرا اماميه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2 و4، وبيجي بكاميرتين خلفيتين اللي انا ما اعرفش ليه اوبو بتعملها. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 108 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.7، ودي فتحه عدسه واسعه كبيره، والكاميرا الثانيه هي خاصه بالعزل وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل. نيجي لاخر نقطه وهي السعر. فبيجي تليفون اوبو A1 برو مسعر في الصين في الذاكره ال 128 جيجا 8 جيجا رام ب $255، يعني فيما يعادل 6200 جنيه مصري. طبعا على ما يطلع من الجمارك ويجي لنا هنا هيخش في فئه ال 7500 جنيه لل 8000، ودي في حد ذاتها بالنسبه لمواصفات التليفون فده سعر كويس جدا على سعره، خصوصا في الوقت الحالي وارتفاع سعر الدولار. اما النسخه الثانيه اللي هي بتيجي بذاكره 256 جيجا مع 12 جيجا رام، دي بيجي بسعر $325، يعني فيما يعادل 8000 جنيه مصري. طبعا ده قبل ما يطلع من الجمارك وقبل ما يوصل للمستهلك، يعني ممكن يوصل له في سكه 9000 9500 جنيه. برضه في حد ذاته السعر دوت مقارنه بالوقت الحالي سعر جميل جدا. وانا من وجهه نظري التليفون دوت يعتبر اول تليفون من اوبو انا اشوفه بيقدم قيمه مقابل السعر. وبس يا سيدي، ولحد هنا خلصت حلقه النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.